السلام عليكم اخواتي. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الخلطه ديال الاعشاب اللي كيداروا في البيتزا والمعجنات يعني والمملحات، وكتكون هذه الخلطه هذه كتباع في المحلات الكبرى وكتباع صراحه باثمنه باهظه شي شويه وبكميه قليله. اليوم ان شاء الله جبت لكم السر ديال هذه الخلطه هذه. غادي نوريكم دابا المكونات ديالها. كتكون هذه الخلطه ديال الاعشاب من شويه ديال السميه، شويه ديال المرددوش والريحان او الحبق. هنايا كاين شويه ديال القزبور الناشف وشويه ديال اليازير، شويه ديال الزعتر البري، ممكن تستعملوا غير الزعتر العادي، وهنايا كاينه شويه ديال الزعتره. هادو هما المكونات الاساسيه في هذه الخلطه ديال الاعشاب. ممكن الا بغيتو تزيدوا تنسموا هاد الاعشاب هادي تزيدوا ليها شويه ديال الثومه غبره وشويه ديال البصله. غادي نديروا معلقه كبيره ديال المرددوش، 2 معالق كبار ديال الحبق، معلقه كبيره ديال الزعتر البري او الزعتر العادي الا متوجدش عندكم الزعتر البري، معلقه كبيره ديال الزعتره، معلقه كبيره ديال الروزماري، ومعلقه كبيره ديال القزبور يابس. هاد القزبور يابس كتاخذوا القزبور كتحيدوا ليه غير الوريقات ديالو وكتنشفوه في الفران، يعني تقريبا 5 دقائق في الصهد ديال الفران فهو كينشف دغيا. بالنسبه للاخوات كيف قلت لكم اللي بغى يزيد المذاق ديال الثومه والبصله غبره فكيجي زوين، كتاخذوا منها حتى هي معلقه كبيره. كناخذوا معلقه ديال الثومه. غادي نخلطوا هاد المكونات هذه، غادي نطحنوا هاد المكونات هذه كامله، غادي نطحنوهم غير شويه ما نطحنوهمش بزاف. بعد ما كنطحنوهم كيجيو على هذا الشكل هذا. هاد الاعشاب هذه كيجيو في لي بات وفي البيتزا وفي بعض المعجنات، يعني كيعطيو نكهه زوينه. كنتمنى ان شاء الله انني نكون فتكم بهذه الفكره هذه، وما تنساوش اللي جديد معنا كنقول ليه مرحبا بك وتابونا في لاشين باش ان شاء الله يتوصل بكل جديد. كنشكركم والى اللقاء.